وده ردا على تعليق جالي في الفيديو اللي قبل اللي فات ان انا قريت اكتر من 600 كتاب، وقالت لي يا مونيكا اعملي فيديو تنصحينا نقرا ايه روايه. ده بصوا ده كم قليل صراحه. انا هقول لكم على 4 روايات اثروا فيا جدا. جميل. وممكن اكون كررتهم اصلا في كذا فيديو، وكمان هقول لكم على 5 كتاب ممكن اقرا لهم اي حاجه، يعني حرفيا لو كتبوا مقال كده ولا بوست هقراه برضو. جميل. اول روايه وهي ربع جرام. ربع جرام جميله جدا ولغتها سلسه جدا جدا. انا اول مره في حياتي كنت اقرا روايه مبدوءه انا كذا، اللي هو بيحكي على طول قصة حياته بدون لف ودوران وبدون تخيل للسماء وهي بتمطر زي مش عارف سواد الليل زي حياتي السوداء، ويقعد يديك تشبيهات بليغة انا ملياش دعوة بيها. وما كنتش بحب خالص الطريقة دي، يعني انا كنت بحب اللي يدخل في الموضوع على طول يقول لي انا كذا ومشكلتي كذا وهحكي لكم عن جزء في حياتي على طول، ده انت حبيبي ده. فهي سلسة جدا وسهلة جدا جدا للأسف، وبنفس الوقت هي مش للأسف، هي واقعية جدا، واقعية لدرجة محزنة. جميل. ايه العيوب بتاعت رواية ربع جرام؟ بالنسبة لي او بالنسبة لحد مبتدئ ربع جرام كبيرة شوية، يعني هي اكتر من 500 صفحة. جميل. فبالتالي 500 صفحة مش هينين حتى لو لغة الرواية سلسة على حد عايز يبدأ قراية. ليه؟ لان هي زي ما قلت لكم كبيرة جدا. تاني نقطة ما تنفعش لأي حد، يعني مش كل حد يقراها. انا شخصيا ابتديت اقرأ وانا في اولى اعدادي، فما كانش ينفع وانا في اولى اعدادي اقرأ رواية زي ربع جرام، لان صراحة من المسمى كده هما بيحكوا عن شلة كلها بقت مدمنة، ومدمنة نوع صعب من المخدرات وصعب تبطيله، لدرجة ان بطل الرواية بطل 6 مرات يا مؤمن، وكل مرة بيحكي لك هو عمل ايه وراح فين ورجع ازاي يشرب تاني. ويعني صراحة مأساة مش طبيعية. بداية الرواية فيها ضحك كده، بس ضحك من نوع بضحك على همي يعني مش بضحك عشان هي رواية مضحكة، لا بضحك من باب الاستغراب. يعني مش عايزة احرق روايات وكده، بس رواية ممتعة جدا. وفي نفس الوقت لو انت شخص مش بتعرف تتحمل مشاهد الادمان وتعاطي المخدرات ابعد عنها، لان هي صعبة شوية. تاني رواية، الرواية دي انا قريتها فوق 5 مرات مثلا، بجد بحبها جدا مع انها حجمها كبير جدا، بس بحبها جدا جدا علشان يعني صراحة لغتها سلسة ولكاتب عظيم انا بحبه وممكن اقرأ اي كتاب ليه. فرحبوا معانا برواية اولاد حارتنا. اولاد حارتنا لنجيب محفوظ بجد من الروايات التحفة. لو تلاحظوا هي كبيرة جدا، هي كبيرة لدرجة ان هي قد 3 صوابع من صوابعي، وهي 590 صفحة، فهي كبيرة جدا. وبس في نفس الوقت مش خسارة فيها الوقت ومش خسارة فيها المجهود، وبجد بجد من الروايات الرائعة. بس فيها عيب ان هي كبيرة جدا، مش اي حد هيقرأها. تاني حاجة ان هي مش بنفس سلاسة عصام يوسف الكاتب بتاع ربع جرام. اللي ما يعرفش الاعلامي عصام يوسف وهو اللي بيقدم برنامج العباقرة، فهو شخص عظيم جدا وكويس جدا ومثقف جدا. ورواية اولاد حارتنا طبعا غني عن التعريف نجيب محفوظ، يعني انا مش محتاجة اجي اقول لك معلومات عن نجيب محفوظ احنا كده بنهرج، يعني كده مش هينفع. وعيبها كمان ان مش اي احد يقرأ الرواية دي، لأن المعروف عن الرواية دي إن الرواية دي بسببها نجيب محفوظ حاولوا اغتياله. ليه؟ لأن تحسوا في القصة أو في القصص اللي موجودة في رواية أولاد حارتنا إن كلمة أولاد حارتنا دول هم اللي عملوا الحارة الكبيرة، وهو بيقول إن الحارة دي كبيرة جدا لدرجة إن هي بتسع ناس كتير واسمها الجبلية. وكان القصص اللي فيها شبه جدا بداية خليقة العالم والكون اللي هو سيدنا آدم لغاية نهاية الأديان. فإزاي عرف يعمل كل المعلومات دي ويرصها بشكل قصة يحسسك ان هي قصة، وفي نفس الوقت حاسس ان هي وراها رسالة مغلفة انت مش فاهمها. فدي حاجة غريبة جدا ومريبة جدا لدرجة ان بقولك حاولوا يختلوه.
تالت رواية، وحرفيا الرواية دي ما ضايقتنيش فيها قد حاجة واحدة بس، ان هي خلصت، وهي تراب الماس. بجد انا بحب الرواية دي لكذا سبب. اول حاجة لان لغتها سلسة، زي ما قلت لكم انا من الناس اللي بتحب اللغة السلسة وبدون تعقيد كتير. وصراحة انا من الناس اللي بتحب النوع ده من الروايات، لان بتحسسني ان هي قصة حقيقية وممكن يكون الشخص ده قدامي، ونوع من الوصف، ودي حاجة يعني بحبها جدا وبحس ان فيها سياق درامي. بالمناسبة رواية تراب الماس دي لأحمد مراد، انا من الناس اللي مش عاشقة لكتابة احمد مراد، ولكن ما شاء الله عليا عندنا يعني ايه اختي بتحب يعني روايات احمد مراد جدا، يعني في موسم صيد الغزلان وفي ارض الاله وفي تراب الماس. انا من الناس اللي حبيت جدا تراب الماس، هي بتحب الروايتين دول. فاللي انا عايزه اوصله لكم ان ممكن كاتب واحد نختلف عليه، وممكن كل اللي قلته ده بالنسبه لك تفاهات، وانت بتحب حاجات اعمق من كده او اقل من كده، انت حر وعندك كامل الحريه المطلقه. ده ما الا رايي المتواضع ان ملهوش اي 30 لازمه خالص يعني حاجه شخصيه بيا، ما فيش اي حد متدخل فيها، وبالتالي الموضوع فيه فروق فرديه ومتناقضات يعني. رابع روايه وهي اتنين ضباط برضو من روايات عصام يوسف. يا جماعه روايه رائعه وبامانه ربنا تحفه 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 بشكل مش طبيعي، جميل. وبشكل مش طبيعي دي ازاي؟ يعني الرواية ليها هدف ومسلية، حجمها مش كبير، حجمها اقل من 300 صفحة اعتقد، يعني هي مش عندي في البيت، بس انا فاكرة كويس ان هي كانت اقل من 300 صفحة، فبالتالي هي مسلية نفس تسلية ربع جرام، وسلسة نفس السلاسة بتاعتها، لان هما الاتنين نفس الكاتب، ولكن في نفس الوقت هو صغيرة شوية، فبالتالي احنا طلعنا من العيب بتاعها. كمان اتنين ضباط ما اعتقدش ان فيها مشكلة لو حد قراها وهو مثلا في الاعدادي او في الثانوي، مش زي ربع جرام، فبالتالي هي رواية بالنسبة لي جميلة جدا. خامس رواية دي بقى، ودي اصغرهم واكثر واحدة تافهة فيهم، وفي نفس الوقت يعني عادية، ولكن حسيت ان وراها هدف ورسالة، وهي شكلها سفرت. دي رواية اسمها شكلها سفرت. انا حتى دورت على اللي كاتباها، انا فاكرة اني قريتها وكنت كاتبه عنها تلخيص، ولكن مش فاكره مين اللي كتبها بالظبط، بس انا فاكره ان هي كانت واحده متخرجه من كليه اعلام، فعشان كده بقول لكم هي اقل روايه فيهم، ولكن كانت روايه برضو لطيفه ويعني سهله شويه. دي بقى صغيره جدا، دي اقل من 200 صفحه وممكن 150 كمان، ولغتها سهله جدا وسلسه جدا، وكانت بتوصف الحاجات بسهوله، فبالتالي دي اكتر حاجه لو انت مبتدئ تقدر تقراها. وبس كده. انا عارفه ان المفروض اكلمكم عن جزء الكتاب، بس هما 5 كتاب، فانا حسيت ان انا لو كلمتكم عن كاتب كل كاتب ممكن ياخد دقيقتين او دقيقه، فبالتالي الفيديو هيكون ازيد من ربع ساعه او هيكون ربع ساعه، وبالتالي ممكن يكون كبير. فانا قلت خلاص، بما ان احنا بننزل اصلا بكره، يعني احنا بننزل كل سبت واثنين واربع وجمعه، واحنا النهارده الجمعه وبكره السبت ان شاء الله، فقلت خلاص نخلي جزء تاني للفيديو بعنوان ايه اكتر الكتاب اللي بحب اقرا لهم اي حاجه، حتى لو بوست فيس، لان بجد بجد هما كتاب رائعين جدا، وانا بحب اي كتابه ليهم. وبس كده. كان معكم مونيكا حسام من قناه اقرا مع مونيكا. اتمنى ان انتوا في التعليقات تقولوا لي حتى اسامي الروايات اللي انتوا بتحبوها، ممكن اقراها، ولو قريتها وعجبتني نعمل جزء جديد للفيديو ده، وان احنا نتكلم عن الروايات اللي انتوا اقترحتوها عليا، غير لو انتوا عايزين نتكلم عن اي موضوع تاني زي فكرة الفيديو ده وفكرة الفيديو اللي فات اللي هو بتاع يوم الاربع، برضو كان بسبب تعليق جالي على الفيديو اللي قبله، وان هو بيقولي ان انا بمل من القرايه بسرعه ولكني بحبها جدا. فبالتالي احنا بنعمل الفيديوهات اللي انتوا بتقترحوها علينا واللي انتوا مهتمين بيها، فاتمنى لو انتوا مهتمين باي موضوع تقولوا لي في التعليقات، وما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك، علشان ده بيساعدنا ان احنا نستمر وان احنا نطور في المحتوى اكتر. وكمان يا ريت تقولوا لنا في التعليقات استفدتوا من الفيديو ولا لا، وايه رايكم في الروايات دي، وكمان ايه الروايات اللي بتحبوها. وبس كده. لو انتوا بتشوفوني من على قناة اليوتيوب فاعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، ولو انتوا بتشوفوني من على صفحة الفيسبوك فاعملوا رياكت للفيديو ومتابعة للصفحة. وبس كده. كان معكم مونيكا حسام من قناة اقرا مع مونيكا. اشوفكم في فيديو جديد وحلقة جديدة وموضوع يهمنا جديد. سلام.